نعمل أطيب وأسهل شطة بيتية في البيت، زاكية وسهلة وما بدها إشي. هاي حطينا الفلفل بالمفرمة، بعدين قشرنا كم سن ثوم، حطينا الثوم بعطيها طعم كثير زاكي. هاي هيك صارت جاهزة بعد ما فرمناها، وهذا القوام اللي بدنا إياه. أحلى ريحتها بتجنن. هسه نص فنجان خل، نص فنجان عصير ليمون، هذا أنا كنت عامله عندي بالبيت. بعدين آخر إشي الملح، معلقتين ملح كبار. زيت زيتون. بعدين بنخلط كله مع بعضه، نخلطهن منيح. هي هيك صفناها من المي اللي فيها. خلينا نغيب عنها 7 دقايق وبعدين نرجع. هسه خلينا ندير الدقوس، هاي المي اللي طلعت من الشطة اللي بنحكي عنها دقوس، ونحفظها بمرتبان لحالها. وهيك بتكون أسكى شطة بلدية صارت جاهزة. خلينا نعبيها في المرتبان. الزيتون وأغطيها وأحطها بالثلاجة.